هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. ما اسويش لاي حد. احنا عايزين وزي ما انا قلت في التلفزيون المصري، الايات دي موجوده في القران ولا لا؟ القصه دي قصه حقيقيه ولا لا؟ يردوا علينا بالمنطق وبالعلم، مش بالعنف وبالاضطهاد. وبعدين احنا قبل ما يعرض الفيلم كلمنا الحكومه المصريه وقلنا لهم احنا عندنا طفل سنه 13 سنه اسمه جمال مسعود محبوس بتهمه الاساءه للاسلام. بالظبط. وحرقوا بيته وطردوه بره، طردوا اهله بره البلد، والولد طفل 13 سنه في السجن. عندنا ابو المكارم 6 سنين في السجن، عندنا البحيري 3 سنين، عندنا ايمن ثابت 3 سنين بتهمه ازدراء الاسلام، عندنا جرجس بارومي المتهم البريء. برافو عليكي، ده الكلام اللي احنا كتبناه. وعندنا جرجس بارومي، عندنا علاء رضا رشدي و15 واحد محكوم عليهم بالمؤبد. صح. عندنا رامي عاطف خله محكوم عليه بالاعدام. ايوه. بتهمه الدفاع عن الشرف. عندنا اسره كامله في المنصوره محكوم عليها بالمؤبد. أيوة. علشان في قضيه ابنها اتخانق مع واحد مسلم قتلوا بعض، ملهاش دعوه، خدوا الاب والام والاخوات وحكموا عليهم بالمؤبد. الرئيس مرسي افرج عن كل الارهابيين والجهاديين اللي صدر ذنب بالاعدام. قلنا لهم يا جماعه افرجونا، الرئيس مرسي يطلع قرار بالافراج عن كل الاقباط المسيحيين وننهي الموضوع. وبعدين احنا عايزين كوتا للاقباط في الدستور، وعايزين الماده الثانيه تتشال وما بقاش الاسلام دين الدوله ولا الشريعه الاسلاميه. وهو احنا ما عندناش سلاح غير هو هذا الفيلم، عايزين نقدمه. مش هنقدمه لو انتوا عملتوا الحاجات دي. قالوا لا قدموه، بدونا بالمشهد، هم اللي قالوا لنا قدموا. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سيلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا.